هذا الصبي محمد جراح لا يظهر وجهه، فعبر عن نفسه بصورة رمزية وهي صورة كلب. هذا الثعلب الكذاب فشل في قصة عاطفية، كذا قصة عاطفية، ولأن الكلب كثير النباح فلذلك هم أرسلوه لينبح، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يتمنطق. القتل وإن تاب. سنضع صورك، سنضع صور عائلتك. أنا لا أدعو إلى قتله عشان ما حدش يفهم كلامي خطأ. النظرة السائدة في مجتمعنا العربي المسلم تقول بأن هنالك طرفا نزاع، محتل وصاحب حق يدافع عن أرضه. رياضيا المعادلة بسيطة وسهلة، تشبه 1 زائد 1 يساوي 2، لكن أنا أرى بأنها معادلة صعبة ذات مجهولين أو أكثر، لأنه في منطقة الشرق الأوسط يوجد صراع آخر، وهو صراع حقيقي وليس تمثيل، صراع بين إيران والكيان، والسبب أن كلاهما يملك فكر توسعي، يريدون التوسع. يعني إسرائيل تريد دولة إسرائيل الكبرى، إسرائيل تريد دولة إسرائيل الكبرى، وإيران تريد استعادة إمبراطورية فارس، وهذه المصالح تتعارض، توجد بينهما منافسة قوية، وكلاهما ينهش من أراضي المسلمين قدر الإمكان. اما امروز ایران نیست تنها، توی محدوده جغرافیایی نیست. حزب الله لبنان ایرانه. أزهر من الشمس. لبنان وحزب الله حدث ولا حرج، الوجود الإيراني أكثر ظهورا من الشمس. فلسطين، الجولان التي تحتلها إسرائيل خارج حدود فلسطين. من لبنان إلى العراق، مزارع شبعة احتلتها إسرائيل بعد اجتياح لبنان. بداية من اليمن بموقعه الاستراتيجي، بات اليوم بيد الحوثيين وحزب الله. أم الرشراش وتاريخها هي ميناء يتبع لمصر، واحتلتها إسرائيل عام 1948. سوريا العلم الإيراني المرفرف في المنطقة. إدارة إيرانية تفرض ذاتها كذلك في أفغانستان. إيرانيون في قنواتهم الرسمية وعلى خطب منابرهم يفخرون بتمددهم، وإسرائيل تستولي على أراضٍ كثيرة، والضحية هم العرب وأهل السنة، وفلسطين والقدس لهما أهمية كبيرة عند إيران. إيران تهتم بفلسطين ليس ديانة، فهم في عقيدتهم الشيعية الأقصى يوجد في السماء الرابعة وليس في فلسطين. المسجد الأقصى هو ليس مسجدا دنيويا، وإنما هو المسجد الذي في السماء الرابعة. لكن إيران تهتم بفلسطين لسبب بسيط. أعطيك مثالا، الحريري في لبنان في زمانه كان يبني بلده بمعنى الكلمة، حول لبنان لورشة صناعة، مشاريع وعمار وبناء، لكن إيران قالت له البناء هذا جميل لكن ليس وقتها يا حريري، عندنا مقاومة وممانعة، وأنت ومشاريعك تقفون لنا في طريق القدس، وطريق القدس يمر من لبنان، وهوب حولوا لبنان لحاوية نفايات باسم القدس. فهل فهمت الموضوع أم تحتاج لتوضيح بياني؟ تحتاج لتوضيح أكثر. أعرف إيران تريد تحرير القدس، لكن الطريق للقدس يمر بمراحل أنت لا تعرفها. طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدرعا وبالسويدة وبالحسكة. رفع الخميني شعاره الشهير: الطريق إلى القدس يمر عبر كربلاء. قال صدام حسين إن طريق القدس يمر بالكويت. الطريق إلى تحرير القدس يمر بإسقاط الرياض. وكما أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية اعتبرت أن تحرير القدس يمر من اليمن، أنصار بيت المقدس في سيناء اعتبرت أن تحرير القدس يمر من هناك. إيران تكشف عن طريق آخر يوصلها إلى القدس، وهو طريق ليبيا. وأقول أيضا تعالوا لنذهب إلى العراق. إيران وميليشياتها وأذرعها يستعملون فلسطين ذريعة لكل المناطق التي سيطروا عليها، وتتمنى إيران لو أن مشكل فلسطين لا يحل أبدا، ولو جاء أي شخص يحاول إقامة دولة فلسطين لن تسكت له إيران طبعا. أولا، ما شروط لتطبيع السعودية مع إسرائيل التي تحدث عنها بن سلمان؟ القبول بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، والحل عودة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، الحصول على مشروع نووي مدني سعودي. بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية ويجب إيجاد حل لها. Now, that normalization in the region can only be successful if we address the issue of the Palestinians, and if we are able to deliver a Palestinian state within the 1967 borders that gives the Palestinians dignity and gives them their right.
كل ما إسرائيل حاولت تعمل اختراق وتطبيع تأتي حروبها وعدوانها وقتلها للأطفال. هجوم بري استهدف مستوطنات زيكيم، سديروت، نيتيفوت، كيسوفام. ليلة حالكة عاشها سكان قطاع غزة بعد قصف القطاع بلا هوادة منذ منتصف الليل. وين نروح؟ مين إلنا غير الله؟ إحنا اللي دمروا البلد. قولوا يا ابو العبد ابو حمزه غوابر بالشاطئ انت ادفع عميد، انت مشعل عميد. الله وانت النعم الوكيل. حسب كلام مشعل، كل ما إسرائيل تريد الاختراق تقتل الأطفال. يا سبحان الله على الصدفة، حتى أهل غزة المهجرين مساكين عارفينكم، يعرفونكم على حقيقتكم. تخيل بأن السعودية تريد حل مشكلة فلسطين بحدود 67 بالإضافة لمشروع نووي. تريدون من إيران أن تسكت. إيران فازت بالمعركة واستطاعت الضغط على أمريكا، والدليل رفع العقوبات عن إيران. وفي المقابل نتنياهو هجر الغزاويين وأغلق ملف غزة، لكن هو يماطل ويطيل الحرب لأنها تلهي الإسرائيليين الذين كانوا يتظاهرون ضده، والخاسر هو الغزاوي، بالإضافة لمصر التي يتم الضغط عليها لاستقبال الغزاويين. فحين تأخذهم مصر إلى سيناء سيعود اليهودي ويقول لمصر أنت عندك إرهابيين ويجب التدخل لحماية أمن القومي، ثم يأخذون سيناء وهكذا. وأنت أيها العربي هاجم بلادك وحكامك لأنهم خونة، وقل للسيسي واضغط عليه واجعله يستقبل الغزاويين. لكن في الحقيقة تجد بأن الحكام هم المعنيون بمساعدة غزة، لأنهم لن يتركوا حكمهم وكراسيهم وبلادهم لنتنياهو، لذلك يدعمون غزة ماديا ودبلوماسيا، وهذا ما يقدرون عليه الآن، لأنه لو سقطت غزة تسقط مصر وينفلت العقد. وإلا أخبرني من أين تأتي الأموال ورواتب الموظفين والتعليم والكهرباء وكل هذا لمنطقة محاصرة؟ هل يأتي كل هذا من إسرائيل مثلا أم من أمريكا أم إيران؟ تأتيهم من العرب طبعا ومن الخليج خاصة، لكن العرب لا يقدرون على غير هذا لأنهم لا يقدرون عسكريا. فلو تدخلت مصر عسكريا مثلا ستجتمع عليها 30 دولة وينهونها في أسبوع، ونصبح نقول تضامنا مع مصر. أو نفترض بأن الجيوش العربية اجتمعت وذهبت لغزة، سوف يحررون غزة حقيقة، لكن ستبقى قواعدهم فارغة ويتم احتلالهم جميعا. لكي تستعيد فلسطين وغير فلسطين لدينا هذه الحلول، والحلول هي أن تكون لنا عقيدة صحيحة والتمسك بالدين، ثم بناء الدول الحقيقية يمكن لها أن تصنع القرار. العالم يعترف بشيئين: القوة الاقتصادية والعسكرية. حين تكون لك دولة اقتصادها قوي يصبح لك حلفاء والدول لها مصالح عندك، وحينها إذا تكلمت يكون لك تأثير، ثم قوة عسكرية بحيث يهابك الجميع. أما الآن فمن هي الدولة التي تريدونها أن تحارب في فلسطين؟ هل تركتم لنا دولة؟ من سوف يكون لها صوت مسموع؟ ليبيا التي حطمتموها بربيعكم العربي، أم اليمن التي سلمتموها للحوثي بعد مظاهراتكم، أم سوريا التي دعوتموها للثورة وأصبحت مستعمرة إسرائيلية روسية تركية إيرانية؟ بقيت السعودية ومصر، والآن يتم الهجوم عليهم إعلاميا، لأن مصر والسعودية يفهمون جيدا ما الذي يحدث. والذي يحدث هو أن حماس هي ورقة أحرقتها إيران لإيقاف مشروع السعودية والضغط على أمريكا، وفي المقابل تهييج الشعوب العربية لكي يقوموا برد فعل غير مسؤول. كل هذا بمساندة من نتنياهو لحل مشكلة غزة والتفرغ لسيناء وما بعد سيناء. والضحية الشعب الغزاوي المسكين الذي يدفع ثمن صراع مجوسي صهيوني على أراضيهم، ونحن في المقابل نشجع أعداءنا ومن يتآمرون علينا. منا من يشجع حماس، ومنا من يشجع إيران والحوثي وحزب الله، ومنا من يشجع الإسرائيلي. وفي الأخير إيران قالت أنا لا أتدخل ما لم تمسوا مصالحي، وحزب الله ما زال متصارع مع عمود ليحفظ ما تبقى من مناصريه، والحوثي يرسل أنابيب غاز تسقط في السعودية أو تسقط في اليمن. وفي الأخير من سوف يعيد إعمار غزة إن بقيت؟ هم العرب. نعم، نحن مع الفلسطيني أنه يحارب ويناضل ويجاهد في سبيل الله ويدفع المعتدي، ونحن نساعدهم بالدعاء، والدول العربية تدعمهم ماديا وسياسيا وبكل ما نقدر عليه، لكن تحرير أرضهم يكون منهم. الجزائر ساعدتها السعودية ومصر والكويت وغيرها، ساعدوها ماديا ودبلوماسيا وفعلوا ما عليهم من واجب، لكن أرض الجزائري هو من يحرره.